الله سبحانه عنده عوض عن كل فائت. ما تخسره بسبب المصيبة والبلاء في الدنيا عوضه وأجره يوم القيامة عظيم لا يقدر بثمن. أصلا حين ترى الأجر بسبب صبرك على المصيبة يوم القيامة تتمنى أن المصيبة هذه وقع منها 1000 لعظيم الجزاء يوم القيامة. قل الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير وبأتم صحة كده وأحسن حال. وحشتوني جدا من الفيديوهات اللي فاتت، والنهارده جيت لكم بفيديو جديد وروتين جديد من بيت أميرة، ان شاء الله هيعجبكم. لو انت بقى اول مرة بتشوفي القناة بتاعتي وقفي كده الفيديو وانزلي دوسي اشتراك وفعلي الجرس على الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك اشعار بيكوني اول واحدة بتشوفيه. ولو انت مشتركة معايا في القناة يا ريت تعملي لايكات وكومنتات كتير حلوة زيكم، هستنى لايكاتكم وكومنتاتكم عشان تشجعوني تدعموني نعمل فيديوهات اكتر. النهارده بقى الروتين بتاعنا في المطبخ. عايزه بقى كده اعمل تنظيفات عميقه للمطبخ وانضفه كده كويس، لاني الفيديو ده كنت يعني مصوره لكم يعتبر النهارده الحد، وانا مسافره يوم الثلاث. فقلت ايه، هنضفه كده تنظيفه كويسه. وطبعا هنعمل الشقه كلها مع بعض، بس انا بدات معاكم بالمطبخ عشان طالما المطبخ خلص يعني بحس ان بقيه الشقه سهله ما فيهاش اي حاجه. وهنزل لكم فيديوهات كتير حلوه قوي اليومين الجايين. طبعا هنزل لكم فيديوهات تنظيف باقي الشقه ومشتريات للمصيف، وكمان هنحضر مع بعض الشنطه. هعمل لكم فيديوهات كتير قوي حلوه، فاستنوا الفيديوهات الجايه ان شاء الله هتعجبكم. بدات بقى كده اول حاجه بالبوتاجاز، شلته كده خالص، زقيته كده من مكانه وبدات ان انا امسح وراه. وكمان غسلت الشباك كويس قوي ومسحته فوطه كده نضيفه، ومسحت بقى كده ورا البوتاجاز ورجعته مكانه وخليته وراه زي الفل. بدأت بقى كده ان انا الم الورق الفويل اللي عليه، شلت اللي كان على اللي على الازاز من ظهر البوتاجاز يعني، وشلت الحوامل والعيون بتاعته كلها احطها في الحوض عشان هغسلها. وبدأت بقى الم الورق ده. اول مرة ابقى فرش الورق ده، انا بفرشه على طول يعني، والاقي تحتيه متوسخ كده. بصوا هتلاقي في كده من على الجنب كده حاجة لازقة كده، انا مش عارفة ايه هي بصراحة. فشلته بقى وقلت لا انا هرميه، وابقى اغسل بقى البوتاجاز غسله كويسه كده واخليه كده لحد ما اشوف بقى هجيب ورق فويل تاني ولا لا يعني. بدات بقى كده صبينه كده تصبينه محترمه، بسفنجه كده. انا مش بغسل البوتاجاز بسلك خالص يا جماعه، مش بحب اجرحه بالسلك، هو بالسفنجه بس بينضف ويبقى زي الفل. فجبت كده شويه صابون بشويه ميه، بدات بقى اغسله كده كويس البوتاجاز كده من فوق، وغسلته كمان من قدام كده من عند الزراير، وغسلت الظهر بتاعه الازاز، وكمان صبنته من جوه كويس قوي، ومسحت الازاز بتاعه من بره. عايزه اقول لكم يعني ظبطته يعني. وجبت بقى كده فوطه نظيفه وهبدا بقى ان انا ايه، امسح الصابون ده خالص كده. طبعا كل ما الفوطه بتتملى صابون بس بروح ارجع اغسل الفوطه واعصرها كويس قوي وارجع اكمل مسح بيها، تمام؟ عشان بس ايه هتلاقوني كل شويه بروح واجي. فبصوا بقى البوتاجاز بقى بيلمع ازاي، ومش محتاج اي حاجه طالما تصبن تصبينه كويسه وتمسح بفوطه نظيفه هيبقى بيلمع زي الفل. اهو بلم بقى الصابون زي ما انتم شايفين كده، واروح اغسل الفوطه واعصرها كويس من الميه، وارجع تاني ايه، امسحه لحد ما لمعه بقى كده خالص في الاخر واخليه زي الفل. وهمسح كمان الزراير المليانه صابون دي، واخلص بقى كده اول حاجه من البوتاجاز. وحابه طبعا اشكر كل الناس اللي اشتركت في القناه عندي الفتره اللي فاتت، والناس اللي نورتني، كلكم على راسي يعني، وشرف ليا متابعتكم ونورتوني وشرفتوني. وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم وفيديوهاتي تعجبكم، عشان الفتره اللي فاتت دي دخلي مشتركين جداد كتير من اماكن مختلفه. اهم حاجه تتابعوني كويس اول فتره الجايه دي، عشان ان شاء الله الفيديوهات اللي جايه هتعجبكم قوي. وطبعا هشارك معاكم المصيف، طبعا طالعه مصيف ان شاء الله يوم الثلاث، فهشارك معاكم كل حاجه من قبل ما اسافر لحد ما اروح هناك والكام يوم اللي هقعدهم هناك. فان شاء الله هشارك معاكم كل حاجه بالتفصيل. خلاص بقى كده كنت خلصت البوتاجاز، ورجعت بقى العيون بعد ما غسلتها كويس، ورجعت كمان الحواوي بتاعه البوتاجاز، ورجع البوتاجاز زي الفل اهو زي ما انتم شايفين. رحت بقى على التلاجة كده، قلت طبعا نضفتها الاول حاجه من جوه، بس يعني ما جبتش كل ده معاكم، انا ايه تنظيف كده خفيف معاكم. فنضفتها كويس قوي من جوه ومسحتها. هبدا بقى اشيل كل الحاجات اللي عليها دي عشان ابدا امسحها من بره، اشيل كل اللزق بقى الاشكال اللي على التلاجة. الاشكال دي حلوه بصراحه، بس كان في نوع كنت جايباه اخر مره طلع مش حلو يعني. بعد ما اشتريته وجيت بقى هنا في البيت فتحته لقيت الحته اللي هي الدبل فيس اللي بتبقى في اللزق في الاشكال ذات نفسها بتحط على التلاجة، لقيتهم كلهم مخلوعين من مكانهم، فكله يعتبر ما ركبتوش. فوانتي بتشتري الحاجات دي ركزي فيها قوي
وشوفيها سليمه ولا لا. طبعا بنضف التلاجة بايه، مش بصبنها ولا اي حاجه. انا بجيب الجلانس اللي هو الملمع بتاع الازاز، ببدا كده ارش على البوتاجاز، على البوتاجاز ايه، على التلاجة. برش كده عليها كويس، وبفوطه نضيفه بمسحها، بترجع زي الفل وبتلمع زي ما انتم شايفين كده، من غير بقى ما تصبين ولا صابون ولا ميه ولا اي حاجه. جربي يعني الحركه دي هتعجبك. وطبعا بعمل برضو الحركه دي في دواليب المطبخ، انا مش بغسلها ولا بصبنها ولا اي حاجه، ممكن كل فين وفين يعني لما صبنها، بس دايما تلاقوني بالجلانس بتاع الازاز وبفوطه نضيفه كده، بيتلمع بقى زي الفل. ساعات بصبنه مثلا وامسحه بفوطه يبقى مجير كده وملطش، مبيبقاش حلو يعني. فبالفوطه والجلانس بيبقى حلو قوي وبينضف احسن بكتير. جربوا الطريقه دي هتعجبكم قوي. هنا بقى هبدا كده ارص كده الحاجه مكانها، وزي ما انتم شايفين هرصهم كده كلهم بقى بطريقه عشوائيه، انت عايزه ترتبيهم زي ما انت حابه. هرصهم بقى كده كلهم اهو. انا ممكن انتوا تبقوا شايفين الاشكال دي كتير وزحمه، بس انا بصراحه بحب التلاجة وهي عليها اشكال كتير. انا عايزه اقول لكم ان عندي اشكال اكتر من دي بكتير قوي، بس انا ايه يعني، كل فتره كده لما بيعجبني مثلا حاجه بنزل المحل اللي انا متعوده بشتري منه يعني، فلاقيه جايب اشكال جديده، اروح جايبه جايبه كيس كده جديد، واشيل بقى ايه، اشيل جزء واروح حاطه الجديد، فاهمين قصدي؟ فعندي كميه كتير قوي متشاله، حتى بتوع رمضان برضو عندي منهم اشكال كتير قوي شايلاها. رحت بقى كده على الرخامه دي، بدات كده بيها، رحت شلت كل الحاجات اللي عليها. هجيب بقى السفنج كده، وهبدا اصبن الرخامه واصبن كمان السيراميك اللي فوقيها. طبعا التلاجة جنبها كنت مسحها من قدام ومن الجنب، فمسحتها كده، غسلت بقى الرخامه، هبدا اغسل كده السيراميك زي ما انتم شايفين. وهجيب بقى كده فوطه نظيفه برضو وهبدا امسح. انا مش بحب على الرخامات وكده كوب ميه، عشان متدخليش تحت الدواليب وكده، والميه اصلا بتعمل يعني لو ركنت في حاجه بتعمل حشرات، فبمسح كده فوطه نظيفه. السيراميك بيبقى زي الفل وبيلمع، وكمان الرخامات بتنضف جدا وتبقى نظيفه. فخلاص مسحت الرخامه الحيطه، هبدا امسح بقى كده الرخامه، وارجع بقى ايه الحاجات اللي انا كنت حاطاها كلها مكانها. بصوا نتفت الحمد لله، بقت زي الفل. هجيب بقى كده حمل السكاكين برضو بعد ما مسحته كويس قوي ورجعته كده مكانه، وكمان طقم التوابل مسحته كويس قوي، غسلت الحامل بتاعه ورجعته برضو مكانه كده، انا كنت بعدله. والصواني برضو السنيتين دول وعلب السكر والشاي حطهم. عايزه اجيب كاتل، كان عندي كاتل او غلاية يعني، جبته مرتين وكان بيبوظ بصراحه، بيفرقع لوحده كده، معرفش ليه بيعمل، معرفش بيلمس كهربا ولا ايه، يروح مفرقع، فعايزه اجيب واحد جديد. كمان جبت الفرن دوت، وهو كان نضيف. انا كنت لسه امبارح قبل الفيديو ده بيوم كنت عامله كيكه فيه وكده، فكنت منضفاه من جوه، قلت امسحها بقى كده حواليه، وامسح المع المرايه بتاعته من بره ومن جوه، وكمان امسح الزرار بتاعته كده عشان يبقى ايه كل حاجه كمان نضيفه. برضو كنت لسه عامله تحتيه فما شلتوش خالص من مكانه. رحت بقى على الرخامه التانية، هبدا بقى برضو اشيل كل اللي عليها كده، وهنغسلها برضو غسله كده محترمه هي والسيراميك كده حواليها. طبعا كان جنبها البوتاجاز كان متنضف، وكنت اخده كمان معايا الجنب بتاع دولاب المطبخ، اللي هو شايفين الرخامه دي كده ما بين، مش ما بين البوتاجاز ما بين البوتاجاز والرخامه في دولاب المطبخ من تحت ومن فوق، فطبعا غسلته معايا كويس قوي عشان يبقى الجنب ده كده كله خلاص. طبعا انا ايدي في المطبخ على طول يوميا يعني، مش محتاجه ان انا كل يوم اعمل الحركه دي او طريقه التنظيف، لا دي انا كل يوم يوميا مثلا بغسل الرخامات كلها او بمسحها. البوتاجاز لو بيتبهدل بغسله كل يوم. المواعين طبعا، لكن اشيل بقى البوتاجاز واعمل وراه واعمل ورا التلاجة زي ما عملت في الفيديو ده، واعمل ورا الغسالة وكده. مش كل يوم صراحة يعني، ممكن مرة في الأسبوع، ممكن كل أسبوعين مرة، حسب ما أنا أحس إن إيه الحاجة دي محتاجة تتنضف. مش بسيبها يعني من كل تنفيضة لتنفيضة يعني، أو من كل تنظيف عميق اللي أنا أعمل كده، عشان يبقى دايما المطبخ نضيف. وكمان كنت جايبة هنا الرش بتاع الحشرات وكده. انا ما عنديش حشرات في المطبخ ولا اي حاجه، بس انا بحب اجدد الرش ده كل فتره، منعا يعني اللي يظهر اي حاجه يعني. انتوا عارفين في الصيف الحشرات بتبقى منتشره قوي في الصيف، فبجيب رش كده بتاع لاستر لو عارفينه. الرش ده حلو قوي وامن على الانسان وعلى الحيوان يعني. يعني اللي عندهم حيوانات قطه او حاجه على الاطفال وكده، فهو امن يعني مش مضر. فاللي انتي ترشي كده ورا الحاجه وفي الاركان كده وتسيبيه عادي، هو بيشتغل بعد 24 ساعة من لما تستخدميه، وبيقعد لمدة سنتين مفعوله يعني. فحلو قوي. برش بقى كده كل فترة كبيرة، انضف تنظيف عميق كده، الرش بقى ورا البوتاجاز ورا التلاجة، في الاماكن اللي ايه
برضو عشان الاحتياط يعني ولا ايدي ولا ايد العيال بتوصل لها. بس بصراحه بيمنع لي يزور اي حاجه. انا كنت جايباه اصلا اول مره عشان كان عندي نمل كتير قوي في المطبخ، وانا بقرف من النمل قوي يعني، بكرهه، وانا مش بحب اشوف اي حشرات اصلا في الشقه، بحس ان الشقه مش نظيفه. فجبت بقى الرش ده وعجبني قوي بصراحه، منع لي اي حاجه خالص. من ساعتها بقالي اهو 3 سنين ما شفتش نمله. فهو حلو قوي، وخصوصا في الصيف يعني. في الشتاء اكتر مبقاش فيه الحاجات دي، بس في الصيف الحاجات دي بتبقى منتشره قوي. ف فكنت لسه جايباه بقى في الفيديو ده، قلت وانا بنضف كده ارش بقى الشقه كلها، برش ورا الدواليب، تحت السراير، في الحتت الاركان اللي مش ظهر دي، فاهمين؟ فاعملي كده كل فتره هترتاحي قوي لو انت بتعاني من موضوع الحشرات ده. غسلت بقى كده الحوض، وكمان الخلاط كده بالحنفيه بتاعه الفلتر اهو زي ما انتوا شايفين. هبدأ بقى كده اللي انا اشطف بقى كل الحاجات دي. هبدأ بقى كده كوب ميه كده على الصابون اللي عملته. طبعا الحنفيات بالذات مش بمسحها بفوطه، بفضل ان اغسلها بميه احسن يعني. ميه جاريه كده بتنزل عليها وعلى الحيطه وراها، فبتنضف احسن يعني من الفوطه. خلاص بقى كده خلصتها. هبدأ بقى كده ان انا اشيل الحاجات بتاعت الجنب التاني من الرخامه، وامسح كده مكانها كويس اوي بالفوطه، وهرجع بقى كده كل حاجه مكانها. وبعد كده هشطف الحوض. انا كنت غسلته وشطفته، بس همسح بقى كده الصابون اللي حواليه ده، وارجع الحاجات اللي محتاجه تتحط مكانها في مكانها. وادي الفوطه اللي مسحت بيها، اعتبر المطبخ كله تعبت معايا اوي الفوطه دي. هخلص بقى المطبخ خالص، وبعد كده بغسلها واطلع بقى واحده نضيفه كده احطها على حرف الحوض. انا بحطها على حرف الحوض مش شكل ولا حاجه، انا بحطها بس عشان وانا بغسل مواعين بدعك حاجه بستخدمها وانا بغسل مواعين، ما تنزلش ميه على هدومي ولا على دواليب المطبخ، عشان لو نزل ميه على دواليب المطبخ من ناحيه الرخامه كده هتنزل تحت على الحلل والطاسات وكده، فمش هتبقى حلوه يعني. الميه كمان لما بتركن فتره طويله بتعمل ريحه مش حلوه. فقلت لا، اللي انا اشيل بقى دي، اغسلها واشيلها واطلع بقى فوطه نضيفه احطها كده على حرف الحوض. وهنا كنت خلاص بقى كده خلصت، برجع كده كل حاجه مكانها. كان فاضل لي بس كده الارفف الديكور اللي بتاعه المطبخ اللي على الجنب التاني، فهمسحهم كده معاكم. همسح واحد معاكم تقريبا، اللي هو دوت انا كده كنت فضيته، شلت الحاجات اللي عليه خالص، وابدا امسحه كويس برضو بالفوطه، وهي غسلها كويس اوي وعصرها يعني من قد ايه كده بس ميه. وهبدا بقى كده اللي انا رصت الحاجه اللي عليه كمان مكانها اهو زي ما انتم شايفين. في واحد تاني زيه كده بالظبط، حاطه عليه ازازتين الزيت والخل اللي هو لونهم بينك وازرق الطوال دول، فتقريبا مسحته كده مع نفسي. وبس كده يكون الفيديو بتاعي خلص. يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه اي حاجه حتى لو كانت بسيطه. يا ريت تشجعوني الفتره اللي جايه وتدعموني بلايكات وكومنتات واشتراكات في القناه، وشيروا الفيديوهات دي كتير لاصحابكم، واستناكم فيديوهات جايه كتير. ومع السلامه يا حبايب قلبي، في حفظ الله ورعايته. باي باي.